عايزة تعملي كرومب وتخزنيه بس خايفة لما يستوي تلاقي الرز متكسر والورق مجلد. لا، تعالى انا اقولك بقى الطريقة اللي هتخليه الرز مفلفل زي ما انت شايفة والورق كمان مستوي ومش مجلد. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي ونقول بسم الله. تعالى نشوف الطريقة. في حلة على النار هنزل بمعلقة سمنة كبيرة ومعلقتين من الزيت. كن مقطعة 4 بصلات كبار، هنزل بيهم وعليهم رشة ملح وهبدأ أقلب في البصل لغاية ما يدبل معانا. أول ما يوصل للون الذهبي ده، في المرحلة دي هضيف معلقة كبيرة من البابريكا وأقلب شوية، وبعدين هضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وهقلبها وانزل عليهم بعصير الطماطم. التركاية بقى اللي هتدي طعم حلو قوي للكرنب، شوية ورق نعناع كده افركهم واضيفهم على صلصة الطماطم واقلبهم. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الكزبرة وشطة اختياري، وهضيف مكعب مرق اختياري. بعد كده هقلب وهغطي الحلة واسيب الطماطم تتسبك كويس قوي. اول ما توصل للمرحلة دي هشيل معلقتين كده على جنب وهقولك هنعمل بيهم في ايه في الاخر. هكون غسلة 4 كوبايات من الرز ومصفيهم كويس، وهنزل عليهم على الطماطم اقلبهم كده يشربوا شوية من الطماطم وهطفي النار. بعد ما اطفي النار هضيف ربطة من الكزبرة وربطة من البقدونس واقلب، تبقى الخلطة كده جاهزة معانا. مية السلق بتاعة الكرنب هضيف فيها ملح وكمون، وهبدأ اسلق الكرنب بعد ما اكون فكيته ورقتين ورقتين. انزلهم في المية المغلية بس دقيقتين واطلعهم على طول، مش هخليهم يطولوا في المية اكتر من كده. بعد ما اخلص هبدأ اقطع الكرنب بالطريقة اللي انت عايزاها. انا بالنسبة لي دي اسهل طريقة، هقطعه بالطريقة دي بتطلع معاكي الورقة مظبوطة قوي. بعد ما اخلص كده تقطيع وستف الورق هبدأ بقى الف الكرنب. لما نيجي بقى نلف الورقة هنخلي الناحية الناعمة من تحت ونلف الناحية اللي فيها العيدان بتاعة الكرنب. خلاص هحطهم في الطبق اللي هخزن فيه في الفريزر وهكيسه كويس قوي. بس لما تيجي تسويه بقى طلعيه هو ومتجمد لدرجة انك انت تفككيه بايدك، يعني ما تسيبوش ان هو يفك لوحده. انا بقى في الحلة من تحت حطيت العصيان اللي انا قطعتها من الكرنب، بشيلها برضو في الفريزر عشان استخدمها وقت ما اطلع الكرنب اجهزه. وهبدأ بقى ارص الكرنب صف بالطول كده وصف بالعرض علشان يطلع معايا بكل سهولة. الشوربة بقى معلقتين الصلصة اللي احنا شلناهم هنزودهم على الشوربة، بس الكرنب المتخزن بياخد شوربة اقل من لو انت كنت هتسويه على طول، يعني اقل منه يكون بصفين 3، وهتحطيهم على نار عالية يغلوا كويس قوي وبعدين توطي عليه زي الرز. جربوا الطريقة دي واستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات.